أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ما وراء الفكرة، وسنناقش فيها هذه المرة بما أننا في مناسبة تقترب فيها الامتحانات الجهوية، خاصة امتحانات مادة التربية الإسلامية. فلا بأس أن نقف مع التلاميذ الأعزاء والتلميذات العزيزات في مسألة يبدو بأنها تثير مجموعة من الإشكالات، وأيضا تثير مجموعة من الصعوبات بالنسبة للعديد من التلاميذ والتلميذات. هذه القضية مرتبطة بكيفية استخراج القيم والأحكام. بمعنى آخر، كيف يمكن للتلميذ أن يجيب عن سؤال يستخرج الحكم أو القيمة المناسبة من آية معينة كيفما كانت هذه الآية. إذن عرضنا هذه أو في هذه الحلقة سيتمحور حول الطريقة والكيفية التي من خلالها نستخرج الأحكام وأيضا القيم. إذن نبدأ على بركة الله. لا بد قبل كل شيء أن نحدد المفاهيم الأساسية في هذا العرض. هناك مفهومان أساسيان: أولا ماذا نعني بالقيم، ثم أيضا ماذا نعني بالأحكام الشرعية. سأعطيكم نبذة مبسطة عن القيم أو عن القيمة، ثم أيضا عن الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية، ونبدأ بالقيم الإسلامية. أولا، القيم الإسلامية هي باختصار مبادئ أخلاقية ربانية تضبط سلوك المسلم وتوجه تصرفاته وفق تعاليم الإسلام. إذن عموما القيم هي عبارة عن مبادئ أو عبارة عن أخلاق، وهذه الأخلاق مرتبطة من طبيعة الحال بالشرع ومرتبطة بالدين الإسلامي، وفي غالبها هي توجه وتضبط السلوك الإنساني حتى يتوجه التوجه الصحيح دون أن يكون هناك أي انحراف عن جادة الصواب. بالنسبة للأحكام الشرعية، حينما تسمعون هذه الكلمة فالمقصود بها ما يطلبه الله من الناس المكلفين. وحينما نتحدث عن التكليف هنا نتحدث بشكل أساسي عن العقل وعن الإسلام وعن البلوغ. إذن ما يطلبه الله من الناس المكلفين إما يطلبه على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. إذن هذه الأحكام الشرعية يمكن ببساطة باختصار أن نقسمها إلى 5 أقسام أساسية: الوجوب، التحريم، الاستحباب، الكراهة، ثم الإباحة. إذن لكي تأخذوا فكرة على هذه القيم، هناك العديد من القيم الإسلامية، وستجدون في هذه الصورة بعضا منها، مثلا العدل، الصدق، الأمانة، الرحمة، الإحسان، العفو، التعاون، وغيرها من القيم التي يدرسها التلميذ سواء في الجذع المشترك أو في السنة الأولى، خاصة ما يرتبط منها بقصة أو بصورة يوسف. إذن لنتعرف على هذه الأحكام باختصار. حينما تسمعون كلمة واجب فالمقصود بها هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذا الواجب أي هناك طلب جازم بالفعل. المستحب عكسه، هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أي هناك طلب غير جازم بالفعل. المحرم هناك طلب جازم بالترك، أي ما يثاب تاركه وما يعاقب فاعله. المكروه طلب غير جازم بالترك، أي هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمباح هو تخيير بين الفعل والترك. إذن هناك خطوات
كثيرة في استخراج القيم والأحكام، وأنا اختصرتها هنا بهذه الطريقة. أولا نقرأ الآية، نفهم المعنى العام، نفهم السياق، ثم نحدد الصيغة. هناك أولا تحديد الصيغة، لا بد أن ننظر إلى صيغة الآية. هل وردت هذه الصيغة بصيغة الأمر أم بصيغة النهي؟ إذا كانت بصيغة الأمر فنحملها على الوجوب أو الندب أو الاستحباب، وإذا كانت قد وردت بصيغة النهي فنحملها على الكراهة أو على التحريم. إذن أول طريقة نتعرف بها على الحكم هو النظر في الآية، هل صيغت بطريقة الأمر أم بطريقة النهي. هناك بعض الآيات التي لا تصاغ، يعطونها لكم في الامتحان، ولا تصاغ بالأمر أو بالنهي. هنا نلجأ إلى طريقة أخرى، وهي التي أسميها باستخراج القيمة. أي آية تكون فيها قيمة معينة، هذه القيمة ننظر فيها هل هي قيمة إيجابية أم قيمة سلبية. إذا كانت قيمة إيجابية فنحملها على الوجوب أو الندب أو الاستحباب، وإذا كانت قيمة سلبية نحملها على الكراهة أو التحريم. إذن هذه هي الطرق أو الطريقتان التي من خلالهما نستخرج الحكم من الآية. إذن نعيد، أولا نقرأ الآية ثانيا إذا كانت بصيغة الأمر أو النهي الأمر سهل، إذا كانت جاءت بصيغة الأمر نحملها على الوجوب والندب أو الندب، وإذا كانت بصيغة النهي نحملها على الكراهة أو التحريم. إذا لم تكن هذه الآية مصاغة بطريقة فيها صياغة أمر أو نهي، ننظر هل هذه الآية تتضمن قيمة. إذا كانت هذه القيمة إيجابية نحملها على الوجوب أو الندب، وإذا كانت قيمة سلبية نحملها على الكراهة أو التحريم. سأعطيكم بعضا من الأمثلة حتى تفهموا جيدا. مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن أقيموا هنا كيف جاءت؟ إذا تمعنا في الآية سنجدها بأنها تأتي بصيغة الأمر. إذن الحكم مباشرة يكون هو وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. سنأخذ آية أخرى فيها نهي، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هذه الآية فيها نهي، إذن الحكم مباشرة يكون هو تحريم قتل النفس. إذن في بعض الآيات هذا الموضوع أو هذا الأمر يكون سهلا ومبسطا إذا كانت الصيغة واضحة. أما في بعض الأحيان قد تكون من طبيعة الحال الآيات غير من طبيعة الحال لا تتضمن صيغة معينة، سواء كانت نهيا أو كانت أمرا. في هذه الحالة سنأخذ بعضا من الأمثلة على ذلك. أعطيكم بعض الأمثلة على ذلك. مثلا نأخذ مثالا على أيضا الطريقة الثانية، وهي طريقة الاستخراج الحكم عبر القيمة. مثلا حينما نأخذ مثلا آية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، القيمة هنا نجد هناك قيمة الصبر، وأيضا هناك قيمة الدعاء لله أو الدعاء للرب. إذن هناك قيمتان. القيمة أو نسأل أو يتساءل التلميذ هل قيمة الصبر والدعاء قيمتان إيجابيتان أم لا؟ إذن قيمة الصبر والدعاء قيمتان إيجابيتان، نحملهما مباشرة على ماذا؟ نحملهما على الوجوب. إذن وجوب الصبر وأيضا وجوب الدعاء لله. هناك أيضا في بعض الأحيان قد لا تكون
قد لا تكون الصيغة يعني واضحة بشكل يعني بشكل كبير جدا داخل الآية. هنا مثلا في آية ولا تمشي في الأرض مرحا. إذن القيمة هنا ما هو المشي في الأرض مرحا. يمكن لنا نعوضها بطريقة أخرى، مثلا التكبر، الغرور، التعالي، كل هذه القيم هي قيم نفهمها من سياق الآية. لا تمشي في الأرض مرحا. إذن هذه القيم نتساءل عنها، هل هي إيجابية أم سلبية؟ أكيد سلبية، لأن في عليها أو الآية تنهى عنها. إذن ماذا نقول هنا؟ نقول تحريم التكبر أو تحريم المشي في الأرض مرحا. إذا سأعطيكم الآن جدول مختصر لبعض القيم. وجوب إقامة الصلاة. إذن هنا وجوب إقامة الصلاة نأخذها مثلا من أمر أقيموا الصلاة. مثلا أيضا النهي، صيغة النهي لا تقتلوا النفس لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هناك القيمة نأخذه هي حفظ النفس. ثم الحكم هو تحريم قتل النفس. مثلا مدح الخلق العظيم، إنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم، يقول الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. إذا القيمة هنا حسن الخلق. والحكم وجوب أو استحباب التحلي بالأخلاق. أيضا آية لا تمشي في الأرض مرحا. بالنسبة للقيمة التواضع بدل التكبر. دائما في القيمة عندما يطلبون منكم قيمة دائما تكون قيمة إيجابية حتى لا تكتبوا القيم السلبية. إذن ما هو حكم التكبر؟ هو بطبيعة الحال التحريم، أو لا نقول في مقابلها وجوب التواضع. إذن إلى هذا الحد أتمنى أن أكون قد أوضحت تلاميذ السنة الأولى بكالوريا كيفية أو كيف يعني يمكنهم استخراج الحكم أو استخراج القيمة انطلاقا من أي آية من سورة يوسف. إذا كان لديكم أي تساؤلات أو ملاحظات أو أي شيء تريدون أن تتعرفوا عليه فأنا في خدمتكم. شكرا لكم وإلى لقاء قريب.